السلام عليكم، يا اهلا وسهلا بحضراتكم. بعد ما نوحد الله ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، امبارح اتكلمت مع حضراتكم عن المؤامره بين ماكرون وبين حكم مباراه المغرب وفرنسا لاقصاء المنتخب المغربي. وانا بتكلم في الموضوع ده شفت تعليقات كتير بتقول لك مش عاجبها الكلام، وبتقول لك انتوا لسه عايشين في نظريه المؤامره. علشان كده انا جايب للناس اللي بتقول كده النهارده اعترافات ويعني تصريحات صادمه من الحكم المكسيكي سيزار راموس اللي ادار المباراه بين المغرب وفرنسا. هنجيب لكم كلام الحكم وهنعرضه لكم بالفيديو في حلقه النهارده، ولكن خلونا في الاول علشان ناكد بس على كلامنا. خبير تحكيمي جديد وخبير رياضي اسمه علاء صادق بيتكلم في نفس الموضوع وبيأكد كلامنا. هنشوف مع بعض كلام علاء صادق، هعرضه لكم جنب مني عشان حقوق الطبع والنشر، وبعد كده نعرض لكم كلام الحكم المكسيكي. خسارة المغرب أمس من فرنسا 2-0 في نصف نهائي كأس العالم. هل خطط الفيفا فعلا لمباراة نهائية بين الأرجنتين وفرنسا تعمل دعاية ورعاية وفلوس أكتر؟ الحقيقة المؤكدة إن الحكم المكسيكي راموس مش بريء من هزيمة المغرب. افتكروا معايا بهدوء كده، من 3 أيام قلت لكم إن اللي هيدير مباراة المغرب وفرنسا الحكم البرازيلي رافائيل كراوس، وتفتكروا ان اليوم اللي بعده قلت لكم ان الحكم اتغير وجابوا راموس المكسيكي اللي لسه لاعب في دور ال16 ماتش البرتغال وسويسرا. الله، التغيير ده كان سببه ايه؟ كل واحد بقى يجاوب. ركز معايا كده يا مؤمن بالله عليك، الحكم البرازيلي ليه يتغير ويجيبوا الحكم المكسيكي راموس؟ وليه ماكرون اصلا يحضر مباراة نص النهائي، مع ان المعروف ان رؤساء الدول يعني بتوع منتخباتهم اللي بتكسب بيحضروا المباراة النهائية بس؟ ليه ماكرون بالذات حضر المباراة دي؟ ما كان يستنى للمباراة النهائية. وبعدين شوف حضرتك معايا الثقة اللي بيتكلم بيها ماكرون قبل المباراة ان فرنسا هتكسب. We will win. France will win. Fantastic. We will win. France will win. Fantastic. كل الكلام ده ما يأكدش لحضرتك ان فعلا في مؤامرة لاقصاء المنتخب المغربي ووصول فرنسا للنهائي؟ المفاجأة كمان ان مش احنا بس كعرب اللي قلنا كده. هتقولوا بتحبوا المنتخب المغربي وعايزينه يوصل، مش احنا بس اللي قلنا كده، ولكن صحف كبيرة عالمية قالت نفس الكلام. الصحف الإيطالية والبرتغالية يا مؤمن طلعوا بتتكلم عن الحكم ده وبتقول ان هو مهزلة تحكيمية بكل المقاييس، وبتقول ان هذا الحكم ما ينفعش بأي حال من الأحوال ان هو يدير مباراة بحجم نصف نهائي كأس العالم. والمفاجأة كمان هنا يا صديقي قبل ما نعرض لكم كلام الحكم راموس، ان في إصابة للاعيبة من منتخب فرنسا أصيبوا بفيروس الإبل. سبحان الله العظيم، وكأن ربنا بيعاقبهم على المؤامرة اللي عملوها على المنتخب المغربي. طبعا الاتحاد المغربي لكرة القدم قدم شكوى رسمية واعتراض رسمي للفيفا زي ما بيظهر لحضراتكم كده على حكم المباراة والأخطاء التحكيمية اللي اتوجدت في المباراة. وبسبب البلاغ اللي قدمه الاتحاد المغربي لكرة القدم وبسبب هجوم الناس على السوشيال ميديا المغاربة والعرب على الحكم راموس، فالحكم راموس طلع على حسابه في انستجرام وكتب تعليقات مهمة. كتب الحكم سيزار راموس على حسابه في انستجرام وقال: أصدقاء الشعب المغربي، البرجو منكم التحلي بالصبر، اللقطة لم يكن فيها ظلم وهناك أمل وحيد. إذا كنت ترغبون بإعادة النظر بالأمر، يمكن إعادة مراجعة المباراة بشكل دقيق وتقام من جديد بين المغرب وفرنسا، لكن الأمر يحتاج إلى إجماع جميع الجماهير المغربية للتقدم بالاعتراض. ومش كده وبس، سيزار كمان كتب على صفحته إن هو هيعمل بث مباشر علشان يفجر مفاجآت. حكم مباراة المغرب وفرنسا المكسيكي سيزار راموس بيفاجئ العالم وبيعلن عن كشفه لحقائق
في بث مباشر وبيوجه رسالة للجماهير المغربية. الجماهير المغربية ترقبوا بث مباشر مني سيزار راموس، أخبار صار. لكن الواضح من كلام راموس كده ان هو بيسخر من الناس اللي بتهاجمه او بيسخر من الجماهير المعترضة على على ضربتين الجزاء اللي ما تمش حسابهم لصالح المغرب، وبيسخر منهم. يعني واضح كده من كلام راموس. هناك بعض الناس اللي تابعوا المباراة استغربوا من عدم وجود امير قطر تميم بن حمد في المباراة بين المغرب وفرنسا. وأمير قطر عرف بنتيجة المباراة وقال لك إنه الفيفا بالفعل متآمرة مع ماكرون بسبب وجود ماكرون، وفي ناس قالت لك لا ما حضر المباراة والسبب وجود ماكرون في هذا الملعب وهو لا يؤيد وجوده، لهالسبب قال لك ما راح أحضر هذه المباراة. فبعض الناس قالت لك إن الأمير قطر كان يعرف بالمؤامرة دي علشان كده ما حضرش المباراة، وناس تانية قالت لك إن هو ما حضرش المباراة لوجود الرئيس الفرنسي ماكرون. وهنا هنتظر آراء حضراتكم، تفتكروا ليه أمير قطر ما حضرش مباراة المغرب وفرنسا؟ ولكن هنا خلينا نقول نقطة مهمة، صعب ويمكن مستحيل كمان إن الفيفا توافق إن هي تعيد المباراة. المواضيع دي بتبقى منهية، ولكن مع ذلك ورغم هزيمة منتخب الأسود فهم ما تهزموش فعلا، لأنهم زي ما قال الكابتن محمد أبو تريكة فعلا وحدوا قلوب العرب والمسلمين. واحد جسمه اشعر لما يجي بيتكلم عن المنتخب المغربي، ودي حقيقه. انتوا فتحتوا لنا باب امل، انتوا وحدتوا العرب اللي بقالهم سنين متفرقين. كرة القدم المغربية وحدت العرب، وحدت 400 مليون، ووصلتوا لنا حلم احنا عايشينه ونفخر ان احنا عايشين هذا الحلم، ان فريق جمهوره ولاعيبته بتعيط عشان ما وصلش نهائي كاس عالم. فهذا فخر وشرف، وشرفتونا ولا مجال للنقد. ولكن الغريب فعلا في عز فرحة المسلمين والعرب والأفارقة بالمركز اللي وصل له المنتخب المغربي والأداء الرجولي لأسود الأطلس، بيطلع لك أشخاص لسه ما زالت عايزة تعمل فتنة بين المسلمين وبيقولوا الكلام ده. أنت تعربني رغما عني، نحن لسنا عرب، شمال إفريقيا أرض الأمازيغ، نحن عجم، لا علاقة بيننا وبين العرب، لا تاريخيا ولا ثقافيا ولا في الحضارة ولا في التاريخ ولا في أي شيء، لا علاقة بيننا وبين العرب، نحن أمازيغ، شمال إفريقيا كلها أمازيغ. لا تحاول تعربي رغما عني، لا تحدثني عن العروبة وأنا لست عربي. العلاقة الوحيدة التي بيننا وبين العرب هو الغزو الذي قاموا به لأراضينا منذ آلاف السنين. يا سيدي انت امازيغي مفيش مشكلة، كلكم على دماغنا من فوق، ولكن مش انتوا مسلمين المفروض ان العالم الاسلامي كله يفرح ليكم؟ وانا متأكد ان ده مش بيمثل كل الامازيغ ولا كل المغاربة، فبستنى اراء حضراتكم حوالين الموضوع ده في التعليقات. بس يا صديقي لحد هنا وصلنا لنهاية الحلقة، وبشكرك كتير لو وصلتوا معايا للثانية دي من الفيديو، وكل تحياتنا لقطر على تنظيمها المونديال، وكل تحياتنا لأسود الأطلس اللي رفعوا راسنا كمسلمين وكعرب وكأفارقة. تحياتي لحضراتكم. في النهاية ما تنساش تعمل لايك للحلقة دي لو الكلام اللي فيها عجبك، وبنتمنى ان هو يوصل للناس كلها، فيا ريت تعمل مشاركة للفيديو ده في كل مكان، وما تنساش اللايك وما تنساش رأيك يهمني، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة قادمة. ولحد الوقت ده بسيبكم في رعاية الله وأمنه وحفظه. كان معكم أخوكم مدحت رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.